السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ لاباس؟ اموركم على خير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار انا بغيت نمشي نجيب التقديه ديال الشهر، وقلت علاش لا ما نصور لكمش وانا غاديه. يعني شو غنقول لكم؟ يعني هذا الفيديو يقدر يعجبكم يقدر ما يعجبكمش. المهم نتمنى انه ينول الرضا ديالكم. انا من الناس اللي كنت كناخد السلعه ديالي من البقال وبالكريدي الكارني، وانتم كما عارفين ان الكريدي راه كيهلك، وبالاخص في الحانوت. يعني الحانوت كتلقايه زايد في المواد الغذائيه، كاين الحاجه اللي زايد فيها درهم، كاين الحاجه اللي زايد فيها 2 دراهم، 2 دراهم ونص، 3 دراهم. يعني في الشهر كتلقاي وصلتي ل 1200 درهم، ل 1500 درهم، وانت ديما الركنه ديالك كتكون خاويه من السلعه، وما كتعرفي راسك. لا، ما كتعرفي راسك داكشي بعدا واش سلكتي ولا ما سلكتيهش. المهم هاد الشهر هذا قررت انني ناخد الفلوس ونمشي نتقدى من عند الهري. يعني درت من هاد الهري لهاد الهري لهاد الهري، وتنسول على الاثمنه حتى لقيت الهري اللي الناس كاملين كيشكروه، كيدير المواد الغذائيه اللي هي عاليه الجوده وفي نفس الوقت باثمنه مناسبه. المهم التقديه ديالي انا خديت شويه من الهري، شويه من مرجان، وشويه من بيم. فين ما لقيت شي اثمنه ناقصه كندور وكناخذ منها. يعني انا نصيحتي لكاع الناس اللي كيتقداو من البقال او بالكريدي، من الاحسن يحاولوا يتقاتلوا ويحيدوا هاد العاده هذه لانها راها خايبه. من الاحسن بنادم واخا غير 6000 ريال تمشي لعند الهري وتقداي داكشي اللي اساسي خاصك في الكوزينه ديالك، وحسن من داك كل ساعه سير جيب سير جيب سير جيب بالكريدي، راه كتلقاي في الاخر ديال الشهر مصيبه كتجمع لك ديال الفلوس. وفي نفس الوقت كتبقاي تقولي مع بالك واش انا استهلكت هذا المبلغ هذا كامل ولا ما استهلكتوش. وكما قلت لكم، وفي نفس الوقت كتلقاي ديما راسك الكوزينه ديالك خاويه. هي صراحه كتجي صعيبه الناس اللي عندهم مدخول محدود في الشهر، كتجيك صعيبه باش تخلصي الكريدي اللي كيكون عندك في الحانوت وفي نفس الوقت تمشي تقداي من الهري، راه كتجي صعيبه. يعني نتوما حاولوا كيفاش شي طريقه اللي ديروا باش تحيدوا عليكم داك الكريدي هذاك. المهم انا اليوم مشيت كما قلت لكم، سولت لقيت الاثمنه، كنسول هنا وكنسول هنا. المهم كل حاجه خديتها من بلاصه وقدرت نوفر الحمد لله، وقدرت نجيب السلعه ديالي ديال الشهر بثمن اقل من اللي كنت كنخلص في راس ديال كل شهر. وكنت كنجيب داكشي بتقسيط، يعني ما كنجيبش كميه كثيره. بحال دابا تبارك الله ما شاء الله لي هذا النهار هذا تقديت بزاف ديال الحاجات، يعني ندوز بها ان شاء الله الشهر ديال رمضان الكريم ويبقى. يعني انا تقديت تقديه ديال الشهر ماشي ديال رمضان، لان رمضان كما كتعرفوا كيكون برزقه كل نهار ورزقه. يعني المواد الاساسيه اللي كتكون في كل بيت في كل كوزينه هي اللي انا حاولت نتقداها. وهانتوما تشوفوا معايا داكشي اللي خديت. يعني انا ما صورتش وانا كنشري كل حاجه بالتفصيل، ولكن نحاول نوريكم داكشي اللي خديت. بالنسبه للزميته السفوف، انا تقريبا هادي شهر باش خديت داكشي ديال الزميته خديته بثمن ناقص الحمد لله. هذا الزنجله الرومي خديته ب500، الزنجله البلدي كيدير 700، كاوكاو الحمر خديته ب20 درهم. يعني دابا اللوز خديته ب60 درهم. دابا مين كتمشي كتلقاي الاثمنه طالعه بزاف. انا كنصح البنات من الاحسن يتقداو دائما قبل من العواشر، لان في العواشر راكم عارفين الاثمنه كامله كتطلع، لانه هما براسهم الله يكون في العوان. يعني كيكون كيتقدى بواحد الثمن، وفاش كيمشي عاود يتقدى في العواشر كيلقى الاثمنه طالعه، بطبيعه الحال راه غيزيد. المهم هذه هي التقديه ديالي على البنات، يعني بلا ما عاد نبقى نوريكم حاجه بحاجه. بحال في المثل هذا الطحين انا خديته من بيم، لقيته ناقص تقريبا 5 دراهم على الحانوت. 10 كيلو ديال الفينو، 10 كيلو ديال الفورس الرطب ديال الحلويات. يعني بحال الزيت خديتها من الهري لقيتها ناقصه تقريبا 180 160 على الحانوت. هذه السميده ديال الحرشه من الحانوت انا كناخدها ب7 دراهم، يعني من الهري خديتها ب6 دراهم، يعني ناقصه درهم في الكيلو. بحال هاد اوني هذا انا خديته من مرجان، يعني 2 كيلو خديتها
ب29 درهم، ومعها الطويصة هادي زايدة فابور. يعني في الحانوت كناخدوها ب260، فيها يلاه كيلو، يعني هادي راه اقتصادية. بحال السنيدة كناخدوها في الحانوت 220، في الهريك يحسبالك غير ب10 دراهم. بحال هاد الفرماج اللي سبق لي وشاركت معاكم انا، فتخديتو زوين بزاف الصراحه وعملي، والثمن ديالو مزيان، 50 درهم فيه كيلو. بحال هاد الكاغيط ديال اللي كنديرو في اللاطا فاش كنديرو فيه المأكولات، انا كناخد واحد غير صغير ب6 دراهم. هذا راه فيه كيلو، فيه 500 متر، خديته ب10 دراهم و20 فرانك مبيم. يعني راه اقتصادي. سمحوا لي البنات على التصوير، يدي كتزعزع، قاطه التليفون غير بيديا. شوفوا تبارك الله شحال فيه، كميه وفيره كما قلت لكم ب10 دراهم. بحال هاد اتاي، بحال هاد اتاي البنات انا خديته في مرجان، يعني اقتصادي، فيه هي 200 غرام كدير 230 في البقال. انا خديت 6 ديال الباكيات، يعني 4 وجوج فابور ب700 ريال، يعني اقتصاديه. خلاص هادو ديال الخمارات وفاني تا هما لقيتهم ناقصين درهم ونص في بيم. وهادو البنات واحد الحراير، حريرة اللي غادي نشاركها معكم في رمضان ان شاء الله، اللي هي صحية وبالاعشاب، يعني اكل صحي. انا خديتهم من عند الدكتور الفايد، وحاولت نطبقهم ونشاركهم معكم ان شاء الله في رمضان. يعني حريرة بالاعشاب، القمح، الشوفان، زريعة الكتان، يلان، كلهم صحيين. الزنجلان، الرز، العدس الاحمر، دقيق الذرة، الذرة ديال البلبولة البنات، التشيشه ديال الدرا مفرشه، نافع، حبه. المهم هاد الاكلات كامله، يلا الحريره ديالها اللي كتجي رائعه بزاف وصحيه في نفس الوقت بالنسبه للناس اللي عندهم المصران، الناس اللي عندهم المعده، يعني غيرتاحوا ان شاء الله من بعد ما ياكلوها. المهم انا نحاول نشاركها معكم في رمضان ان شاء الله. وهذا الشوفان حتى هو كيجي زوين ان شاء الله، نحاول نشاركه معكم حتى هو. يعني بزاف ديال الحوايج. هذا الحمص، خديت كيلو طحنته حتى هو غنشاركو معكم ان شاء الله في وصفات ديال الجميل. شوفوا النمله البنات راه هاجم عليا في الكوزينه، واخا درت له الدواء، طيبت العسل من تما هو هاجم. صافي هنا حاولت ناخذ الحمص، شويه د العدس، لي بات كنحتاجوهم في شلاضه. هذه البلبوله ديال الشعير حتى هي كنديرها في رمضان زوينه. ما كنبقاوش غير الحريره بالربيع ومطيشه، كنحاولوا ننوعوا. هذا الرز الابيض ديال الحليب حتى هو كيجي زوين، نشاركو معكم بواحد الطريقه زوينه ان شاء الله. العدس الاحمر كما قلت لكم حتى هو كيجي شوربه رائع وزوين وصحي. هذه الذره. المهم حاولت ناخذ كاع الحاجه اللي صحيه.